السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم من سيدي جابر في آخر يوم لقطر أبو قير في اسكندرية، نودعه بقى الوداع الأخير. إن شاء الله القطر هيقف من 1/3 من يوم الجمعة إن شاء الله. آخر رحلة لقطر أبو قير من سيدي جابر لحد المنتزه الخميس الساعة 7 مساء هتكون دي رحلة الوداع. ان شاء الله نقدر نركبها كده ونشوف ونودع مع بعض قطر ابو قير. ونبدأ بقى في مرحلة جديدة، مرحلة الهدم والإزالة والبناء المحطات الجديدة، والمحطات المترو السفلية والعلوية، وكل نتابع مع بعض ان شاء الله يوم بيوم اخبار مترو اسكندريه وكده اللي بيحصل وايه اللي اتبنى وايه اللي اتهد وايه اللي اتزال وايه اللي اتزود. كلنا عارفين يا جماعه ان قطر ابو قير ان شاء الله 20 محطه من محطه مصر لحد ابو قير، او احتمال كمان لحد مينا ابو قير، دي المرحله الاولى. وبعد كده مرحله تانيه من محطه مصر لحد الماكس، والمرحله الثالثه من الماكس لحد البرج 21 او برج العرب. يا ربنا ما يسهل بقى ان شاء الله. كلنا عارفين قطر ابو قير 20 محطة: ابو قير، توسن، الاصلاح، المعمورة، المندرة، العصافرة، سيدي بشر، رمل الميري تحت الشال خالص، ميامي، فيكتوريا ومحمد نجيب، السوق، غبريال، الظهرية، محطة جديدة كفر عبده، بعد كده سيدي جابر محطة جديدة كمان سبورتنج، وبعد كده محطة جديدة كمان باب شرقي لحد محطة مصر. يعني كده عندنا 5 محطات جداد: ميامي ومحمد نجيب وكفر عبده وباب شرقي. 5 كده كام؟ ميامي، محمد نجيب، كفر عبده، سبورتنج، باب شرقي. ان شاء الله القطر هيكون علوي من محطة مصر لحد الظهرية، وبعد كده لا سطحي قصدي من محطة مصر لحد الظهرية، بعد كده علو من الظهرية لحد توسن، وبعد كده من توسن سفلي تاني لحد ابو قير، او الاحتمال لحد مينا ابو قير. احنا يا جماعه داخلين دوت كوبري مصطفى كامل عند اللي بيقابل عند نادي سموحه، وتقاطع القطر القاهره مع قطر ابو قير. بص الخط اللي هناك دوت طريق القاهره والمحافظات ولحد اسوان ان شاء الله. المنطقه هنا منطقه شتكة النحاس. الارض ديت هتكون اسمها ايه، ارض العمارات، والارض اللي هيتكون فيها المترو والتجهيزات العمارات الجسيمة بتاعت المترو. المنطقة دي منطقة أرشكة النحاس. هنا في شركة كبيرة جدا النحاس اللي يفتكرها في الثمانينات والسبعينات والتسعينات، بس الله يرحمها. في كده لوادر جوه او لودر او ايه دوت، ناس شغالين بيجهزوا الارض ديت للورشه اللي هتتعمل هنا اهوت. ان شاء الله كده من 1/3 هيكون بقى العمل الجديد بدأ من محطة مصر لحد ابو قير، كله هيتشال. احنا عارفين ان القطر وقف من محطة مصر لحد سيدي جابر 5 يناير، وبعدين وقف 1 فبراير من المنتزه لحد ابو قير، واتشالت كل القضبان والمحطات كلها بتتعمل. ده شارع وينجت يا جماعه، ده داخلين كده محطه ظهريه، وبعدين
المرحلة الثالثة بقى من 1/3 إن شاء الله. القطر هيقف من سيدي جابر لحد المنظرة كده، يبقى مفيش قطر نهائي. البيوت بقى ديت القريبة من القطر ديت الله أعلم إيه مصيرها، محدش عارف بالظبط إيه اللي هيحصل. محدش يفتي يعني ويقلق الناس. إن شاء الله مفيش إزالات. لو إزالات تبقى حاجة بسيطة جدا، الحاجة بس اللي هي قريبة جدا من سور القطر، إنما الحاجة البعيدة زي عماد دي أصلا إن شاء الله مفيش إزالة إن شاء الله. ونطمن كده أهلنا كده إن محدش هيطلع من بيته. كده داخلين محطة الظهرية. هنا محطة الظهرية ديت أول المرحلة العلوية للمترو. من هنا لحد توصل هتكون مرحلة علوية. بصوا الشارع واسع إن شاء الله هنا اهوت، في إزالات إن شاء الله. هي بس ممكن الحاجات اللي هي على السور، بس اللي هي الباكيات اللي هي على السور دي. وهيتعمل هنا بقى المترو، هيبقى تحتيه كده شارع وتحتيه برضو محلات. يعني أي حد هنا اهوت هيتشال محله أو حاجة ان شاء الله هياخد محل تاني في نفس المنطقة كده، او ياخد تعويض ان شاء الله يعني. زي ما احنا عارفين المنطقة هنا زحمة جدا، والشقق هنا اسعارها معقولة يعني مش غالية قوي بالنسبة لبيع اسكندرية. ان شاء الله ما فيش حد يقلق كده. بصوا العمارات بعيدة الحمد لله يعني، بعيدة عن حرم المترو، بس هي ممكن نقول زي ما قلنا كده يعني اللي هي على السور دي، بس هي بس اللي ممكن تشيل يعني ان شاء الله يعني خير. محدش يقلق يا جماعة كده، واطمنوا ان شاء الله، محدش يقلق كده ويقول لكم في ازالات والكلام اللي مش تمام ده. لان المبلغ كله اللي متجهز حوالي 500 مليون جنيه يعني. بصوا هيقضي مين ولا مين يعني. طبعا هم مش عايزينه كتير علشان ما يحصلش تعويضات كتير يعني. كل ما هيتزال كل تعويضات، انما هم هيحاولوا ان شاء الله ان مفيش اي ازالات كتيره يعني. الازالات بس هتكون في الحدود اللي هي صعبه جدا، هتكون بيوت قديمه جدا مثلا قايله للسقوط، عشان المترو هيبقى سريع جدا طبعا، في اهتزاز جامد. فالحاجه السليمه والجامده ان شاء الله مفيش عليها حاجه يعني. كمان يعني حاجه زي دي كده على طول ممكن تتشال يعني. انما البيوت اللي بعيد طبعا ديت مش ان شاء الله ما تتشالش ان شاء الله يعني. بصوا القريب خالص دوت اللي من السور ممكن يتشال، انما البعيد دوت ان شاء الله مش هيتشال ان شاء الله يعني. نمشي مع بعض كده بالقطر. على فكره في ناس كتير بتصور من اللي بيبان شايفهم كده، واحد بيصوروا كده القطر كده. ربنا يوفقهم يا رب كده. الناس كلها النهارده بتصور اخر يوم للمترو، توثيق كده للمترو كده للاجيال القادمه، بحيث يعرفوا اسكندريه كانت عامله ازاي قبل المترو كده، اما يشوفوا كده القطوره كده اهوت والمناظر اللي احنا فيها ديت. ان شاء الله هيبقى يعني يحمدوا ربنا كده اللي هم ما فيش العصر دوت، لان والله كانت ايام جميله والله، وكانت خير وتعودنا عليه القطر ده والله العظيم. اخد مننا من ايام ما كان بيساق لحد وصل 5 جنيه اهو. ده مزلان غبريال. الى محطة الرمل الميري. صحيح محطة الرمل الميري يا جماعة هتزال خالص، زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، ان المسافة ما بين فيكتوريا والرمل الميري صغيرة جدا. المفروض المسافة تبقى من محطة ومحطة كيلو ونص متر او 1500 متر. فالمحطة هنا واقعة ما بين فيكتوريا وغبريال، المسافة قريبة خالص. فالمحطة دي هتتشال يعني. محطة رمل الميري ديت هي اسمها الرمل، بس انا زي ما كانوا بيقولوا رمل الميري. مش دي هتتشال خالص برضه. هنا يبقى هنا ان شاء الله مفيش اي ازالات خالص في المنطقة ديت ان شاء الله يعني.
عشان طبعا المترو هيكون سريع جدا، 80 كيلومتر في الساعة، عشان يقدر ياخد سرعته من الفاكتوريا لغوريال. فالمحطة هنا لو في النص كده هتعطل الدنيا يعني. طبعا الكوبري ده هيتشال، العلو دوت هيتشال. والحاجات اللي هي على الطريق ده هتتشال طبعا. هنا المنطقة واسعة اهوت، الحمد لله مفيش أي إزالات. مفيش مشكلة هنا في المنطقة ديت ما بين الرمل الميري وفاكتوريا أو النوراشي. ده مزلقان فاكتوريا، محطة فاكتوريا. اللي هشيل بس الكباري العلوية دي، طبعا هي ايه هتبقى في طريق المترو العلوي، هتشيل الكباري العلوية دي. كل واحد بقى ايه مالي نظره كده من المحطات دي كده، وعشان ايه يفتكرها بعد المترو ما يتعمل، ويفتكر يقارن بقى الفرق بين المنظرين، هل ده كان احلى ولا كان احسن. اكيد طبعا هنا ذكرياتنا وطفولتنا وشبابنا والحاجات الحلوه كنا بنعملها هنا على المحطات دي. بس ان شاء الله المترو هيكون احسن يعني. برضه الكوبري ده هيتشال، كل الكباري هتتشال طبعا. حديد كتير اهوت ياخدوا بقى ايه. بصوا هنا في ازالات اهيت على حرم المترو، هي بس الحاجات اللي جنب السور، انما هنا عماير بعيده مفيش اي مشكله عليها. يبقى دي احنا عرفنا الحاجه اللي على السور على طول هي ممكن تتشال، علشان تبقى جسات الاعمده او صبات الاعمده او جار الاعمده اللي هتتعمل عشان المترو العلو اللي هيتعمل على الكلام دوت. ممكن نشتغل بس الحاجه اللي على السور بس. هنا ان شاء الله مفيش حاجه ما بين فاكتوريا وسيدي بشر، الدنيا واسعه الحمد لله. ان شاء الله بقى المترو يتعمل هنا هتبقى منطقه علويه، هنتفرج بقى على الحاجات دي من فوق. احنا راكبين المترو كده من فوق، بس هيكون سريع جدا مش هنعرف نتفرج براحتنا يعني. يبقى ايه المنطقه اللي هتبقى طياره كده، هنعدي عليها زي الطياره كده، لو 80 كيلومتر في الساعه كتير برضو. وقت قطر ماشي مثلا بكتيره 10 كيلومتر في الساعه يعني، ولا 20 كيلو في الساعه. هيبقى فرق كبير يعني كتير جدا. احنا خدناها مثلا من سريجاب لحد مثلا المنظره في نص ساعه، بعد كده تبقى 5 دقايق يعني. مش دوت هيكون كمان التقاطر بتاعه 8 دقايق يعني. ده القاهره كده او دقيقتين بالظبط يعني من المترو هيجي يعني، اتاخر كتير قوي يعني. هيبقى سريع جدا ان شاء الله. منطقه علويه ومنطقه سفليه وسلالم كهربائيه. الناس اللي بصوا ده هيتشال طبعا، اللي في السكه ده هيتشال دوت، كل العصور ده هيتشال. هنا محطة سيدي بشر. انا اتنقلت بقى الناحية التانية من الطريق نشوف اللي بيحصل برضو. صورنا شوية يمين ونصور شوية الناحية التانية، ناخدها كده من سيدي بشر بقى. شوفنا زي ما نوصل كده ربنا ما يقدرنا لحد قطر ما يقف.
بصوا هنا برضو بيزيلوا محطة العصافرة، بيشيلوا منها العمدان او يفط الحديد ديت برضو عشان لما يجي يهدوا يستغلوا الحديد ده. بصوا بيقطعوه بالصاروخ. المفصلات دي هتتقطع تقريبا، جايبين صاروخ يقطعوا بيه اسمها ايه، المسامير ديت، الحديد ديت. بيستعدوا بهم بيشيلوا ايه الحاجه من المحطات، اي حاجه حديد بتتشال، اي يفط، اي كراسي، بصوا اي عمدان كله بيتشال عشان ما يجي يهد بقى باللودر يشيل معاهم بسهوله يعني. كده بقى احنا داخلين محطة المنظرة ان شاء الله. برضو بص السور بس ده اللي هتشيل، انما من العماير بعيدة نوت ان شاء الله مفيش اي مشكلة بالنسبة لهم يعني. الشوارع واسعة نوت، بعيدة خالص العمارات عن حرم السكة الحديد او حرم المترو الجديد، فالدنيا سهلة ان شاء الله ان شاء الله. على المنظرة. انا بص يا جماعه انزل المنظرة عشان المنتزه صعبة جدا الرجوع منها، فانزل المنظرة ايه اسهل، اطلع على البحر كمان على البحر ان شاء الله يعني. ونشوف البحر برضو اخبار توسعة الكورنيش ايه في ايه، وتوسيع السور الجديد ده ايه، واخبار توسعة الكورنيش والسور الجديد نصوره برضو ونشوفه برضو. كده يا جماعه وصلنا لحد المنظرة اهيت الحمد لله. فانا هنزل بقى ايه نمشي كده ناحيه البحر كده ايه، ناخد حاجه من على البحر ونصور برضو ايه توسيع الكورنيش الجديد والسور راح فين والطريق الجديد بتاع الكورنيش. يلا يا جماعه اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل كده ان شاء الله فيديو جديد في مكان جديد.